ماما، وين الماما؟ حط شغلة عشان ما يجي حدا يدور عليها مرة تانية. ممكن تكون الماما هون عم طالع صوت. يلا شو عم تعمل الماما؟ وين راحت؟ يلا شو عم بقدر اطلع لبرا؟ والله خايفة أنا، ما في أنا والماما. يلا شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل؟ يلا بركي طلع البيت مسكون، أنا بخاف لحالي، ما بقدر هيك. نسيت أنا خليني. فطومة ماما، أنا بدي أروح على السوبر ماركت. واو فطومة نايمة. يا فطومة نايمة يا فطومة. لك أنا كيف هلا بدي أروح على السوبر ماركت وهي نايمة؟ يا الله، وكيف بدي أخليها بالبيت وهي كتير بتخاف ترتعب تضل حالها بالبيت؟ يا الله شو بدي أعمل؟ يا الله شو بدي أسوي؟ أحسن شيء بجوز فطومة تطول بنومتها، خليني أروح بسرعة أجيب أغراضي وأرجع. بكون فطومة إن شاء الله ما بتكون حست، بتكون بتضل نايمة. تحركت معقول حست؟ لا نايمة وما حابة أزعجها وأخذها بهالشوب معاي. خليها نايمة خليها نايمة. بس يا الله. يلا يلا خليني أروح أجيب أغراضي. بس يا الله فطومة كتير بتخاف هون تضل حالها، شو بدي أعمل؟ لا خليني أروح أحسن ما أخذها معي، بتتحمل شيء. يلا خليني أروح أجيب أغراضي من السوبر ماركت وأرجع بسرعة. إن شاء الله ما بتكون فطومة حست وتحس حالها إن هي ضلت لحالها بالبيت وترتعب. يلا خليني أروح بسرعة. يلا خليني أروح بسرعة. ماما وين ماما؟ يا ماما، يلا شو عم تعمل؟ شو عم تعمل الماما؟ ما تركتني بالبيت؟ لأنه رحت عن بيت خالتي، عن بيت جيراننا. يا ماما ما فينا، ما بعرف عن بيت جيراننا وخالتي. يا ماما شو بدي أعمل؟ ما رحت عند السوبر ماركت كتير بعيد، ما بقدر. يا ماما شو بدي أسوي؟ يا ماما افتحي حالي. يا ماما وين الماما؟ ما في. يا ماما وين ماما؟ هي بتعرف اني بخاف، بس تركتني المرة كلها تاخذني معاها. يا ماما شو بدي اسوي؟ دور عليها مرة تانية. ممكن تكون الماما هون عم طالع صوت. يلا شو عم تعمل الماما؟ وين راحت؟ يلا شو عم بقدر اطلع لبرا؟ والله خايفة أنا، ما في أنا والماما. يلا شو بدي أعمل؟ يلا بركي طلع البيت مسكون، أنا بخاف لحالي، ما بقدر هيك. يا ماما والله ما عم بقدر أطلع، ما قدراني، بخاف أنا زي حالي بالبيت، ما بقدر. يا شو بدي أسوي زي حالي بالبيت. ما عم بقدر. أنا طيب ماما راحت السوبر ماركت وما فيقتني. أنا فكرت أنا تكون هيك بالمطبخ أو عم تعمل شغلات، عم تعمل لي مفاجأة وما عم تطلع صوت. خليني أروح أشوف وأتحمل هذا الوجع. بسم الله شو بدي أسوي؟ أنا بخاف أعطي حالي بالبيت، بس ما بقدر هيك. أنا هي ماما ما قول نسيت، أنا بخاف بالبيت، ما قول نسيت. شو بدي أسوي؟ هي كل يوم بتتذكر، كل يوم أنا بقول لها.
نروح وصل عند الباب أشوف إذا ماما رجعت، بس هي بتدق الباب، مستحيل ما تدق الباب بدون دق الباب. كل يوم تاخذ معها المفتاح وتفتح الباب، أنا أروح أشوف يمكن مامي انفتح مع الباب وهذا عم تعمل صوت. هداك الباب مفتوح. يا ماما شو اسوي؟ اجت الماما. فطومة خير يا فطومة، ليش حسيتي انت كنتي نايمة؟ ماما ليش انت هذا؟ ليش انت تركتيني؟ لك ماما بس رحت على السوبر ماركت اجيب اغراضي وارجع. يلا انت كنتي نايمة. ليش عملتي؟ ليش ما فايقتيني؟ خفتي يا عمري. تعالي يا عمري. لك يا ماما انت كنتي نايمة وانا رحت. يا ماما كل منك ارزعت مني. لك لا تزعلي مني. ليش عم تزعلي يا فطومة؟ ماما انت ما بتعرفي اني بخاف. ليش طيب ليش لك يا ماما الدنيا نهار وانت بالبيت، ليش هالخوف؟ ما بقدر اقعد حالي بالبيت. والله ما فيها شيء يا فطومة، لازم تتغلبي على هذا الخوف اللي بتخافيه، انت مو طبيعية. البيت ما فيه شيء، والله ما فيه شيء. شيلي هالقصص من راسك، هي قصص مسكون وما مسكون وجني وما بعرف ايش. ماما لا تتفرجي على افلام رعب، هي كلها من الافلام الرعب اللي بتتفرجي لها. يا ماما خير. ما بتعرفي انه هذا البيت فيه ابو وهيك شغلات. لك واذا يا فطومة بس والله ما بيخوف. الدنيا نهار والعالم رايحة جاي برا، مو معقولة هذا الخوف اللي بتخافيه. بعدين انت لك يا فطومة انت لازم يا ماما تتغلبي على هذا الخوف وتبطلي تخافي لحالك بالبيت. كل يوم لما تروح على السوبر ماركت تذكريني هون الليلة اقري القصة وحلوة تكون. ماما انت كنتي نايمة وانا ما حبيت ازعجك، وبرا كتير الشوب. قلت خليكي نايمة هون مرتاحة بالبرودات، ليش لا ازعجك واخذك معي؟ بعدين انا ما طولت، يعني كلها 5 دقايق ورجعت على البيت. شو هذا الخوف وما خوف، وانا بخاف وما بحب ابقى لحالي بالبيت. خلص فطومة لازم تبطلي هالعادة. انا شي نهار رح اخليكي لحالك بالبيت يوم كامل. شو رأيك؟ شو رأيك نعمل هذا الفيديو واخليكي يوم كامل لحتى تقدري تتغلبي على خوفك هذا وتخلصي منه؟ شو رأيكم يا متابعينا؟ اكتبوا لنا بالكومنتات إذا حابين نعمل فيديو أخلي فطومة يوم كامل لحالها بالبيت، أشوف شو رح يصير فيها. يا ترى رح تتغلب على هذا الخوف ولا لا؟ يلا أحبابي لا تعملوا مثل فطومة وتخافوا هالخوف الزائد مثلها. البيت ما فيه شيء، شو على إذا بقينا لحالنا 5 دقايق والماما بترجع بتجيب أغراضها وبترجع، ما فيها شيء. مو هيك يا فطومة؟ لازم ماما تتعلمي وتتغلبي على هذا الخوف. تتغلبي يعني ما تخافي بعد اليوم ما في شيء. البيت عادي إذا ضليتي لحالك بالبيت، يعني ما فيه شيء. الناس رايحة جاي برا والدنيا نهار. شو هالخوف هذا؟ منين جايبتي لي هي قصص الخوف؟ هي كله من الفيديوهات اللي عم تتفرجي لها كأنها قصص الرعب والشغلات. لا تتفرجي كمان. يلا أحبابي شو بدك تقولي للمتابعين الحلوين؟ عشان ما تصيروا تخافوا مثل فطومة كتير بتخاف يا جماعة. يلا أحبابي بنحبكم كتير، لا تنسوا تحطوا لنا لايك واشتراك وتعليق حلو مثل حكايتكم، ودعمونا أحبابي وبنحبكم كتير. يلا باي.